كشفت عند الدكتور؟ الحمد لله كشفت. يا محمد ازاي مامتك توقف بابا وتقول له الكلام ده؟ انت ايه اللي خلاك تبعد عند بنتك وانت فاتحينها القنده؟ خلاص يا باشا. بص يا عم، انا اولا انا مش عايزك تزعل من امك. ثانيا ما يزعلش منها ازاي يعني؟ ثواني طيب. ثانيا اخواتي البنات جايين يباتوا عندي النهارده، فهي عشان كده قالت لك كده. فمعلش يعني حابك انت اللي تبعدوا في اليوم اللي بابا هيجي معلش، فيه؟ انت راجل تقدر تركب مواصلات وترجع البلد ماشي وتروح تنام في بيتك. تعالي يا ماما. ايه يا ام مازن؟ عامله ايه؟ عامله كويسه. هعمل ايه يعني؟ مالك على الصبح؟ ما نزلتليش ليه لغايه دلوقتي؟ والله كنت نازله لك، بس اخويا فارس اتصل عليا قال لي ان هو جاي يقعد عندي شويه. طب انت مش عارفه ان برضك عايزين نفطر وعايزين نجيب حاجات من تحت؟ انشغلت بقى في ترويق الشقه وقلت اعمل له لقمه كده ياكلها، عشان انت عارفه طبعا بيجي من مسافه طويله، اكيد جاي جعان. بيجي من مسافه طويله. يعني انت ما نزلتليش عشان اخوكي جايش؟ وانا هعمل الاكل بقى، هعمل ايه طيب؟ هتعملي اكل؟ طيب يا اختي. طيب هو جاي في حاجه ولا ايه؟ لا والله عنده مصلحه كده هيخلصها في شغله، فطبعا المسافه بعيده عشان يرجع تاني في نفس اليوم تعب عليه. فقلت له تعالى بقى بيت اختك كل لك لقمه وريح شويه وامشي الصبح. يعني بايت كمان؟ طيب ناويه تعملي له اكل طبعا؟ ان شاء الله هعمل له اكل ان شاء الله. طب اعملي حسابنا في الاكل معاكي بقى نبقى سواء. عينيا حاضر، هعمل الاكل وانزله لك تحت. بدل ما تقولي لي اطلعي يا حبيبتي كلي معانا. ده انت تنوريني. لا يا حبيبتي، الله يخليك الله يخليك من يخليك. اخويا بس. لا ما تتكسفيش يا حبيبتي. بعمل اكل يا حبيبتي وزوديه شويه عشان انت عارفه انا ممكن اجوع في نص الليل ولا حاجه. عينيا حاضر. تسلم عينك يا اختي. انت فرحانه قوي كده ان اخوكي جاي؟ ايوه طبعا، ما انت عارفه بقى المسافه بعيده، ما بصدق ان هم يقعدوا معايا شويه. هو في حاجه يعني جاي يعملها مصلحه شغل دي ولا ايه؟ مصلحه في شغله ايوه. ايه كده ربنا يسهل يا رب. يا رب يا اختي يا رب يا رب. ما انت عشان كده مروقه الدنيا وفرفشه وبتضحكي اصبري بقى لما اعمل لك حاجه تشربيها. مش اولا فطرت عشان اشرب. انا فطرت انا سنه كده كله جيب لي فطار. افطرك واعمل لك. لا يا اختي هاتي لي فطار نزليهوليش. ما بفطرش عند حد عشان رجلك ما توجعكيش. لا اعمل لك الفطار واعمل لك كوبايه شاي. كنت ناديتي عليا وقلت لي تعالي يا حماتي اقعدي كلي معايا ولا افطري معايا، بدل ما انت سايباني قاعده لوحدي تحت وعماله اقول دلوقتي تنزل. خليكي قاعده بس اعمل لك الفطار واعمل لك كوبايه شاي. على مهلك. كان من الاول ما عشان اخوكي جاي ما انت كده لستيني خالص. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله على لله. السلامه. الله يسلمك. انت عامله ايه؟ كويس انت جيت بدري النهارده بقى. خير. عندنا ضيف كده جاي. خير؟ ضيف مين اللي جاي لنا؟ اخويا فارس. والله؟ اهلا وسهلا. جاي عشان يقضي مصلحه تبع شغله، فيعدي يبص عليا يعني. قال لي ابص عليكي وامشي، قلت له لا. يشرف وينور. قلت له لا ما ينفعش، المسافه طويله ما ينفعش تروح وتيجي في نفس اليوم. ايوه لا صح، هم قاعدين في البلد بعيد، فهو جاي يعني جاي لك مخصوص يعني ولا؟ لا جاي يقضي مصلحه في الشغل بتاعه. يا مرحبا. قلت له بقى يتغدى ويريح شويه وبيمشي بكره ان شاء الله. طيب يا مرحبا. بيته وبيت اخته طبعا شرف ربنا ينور يخليك في اي يا وقت. محمد. فطبعا انا عملت الاكل وعملت حساب ماما. ماشي. اديك الاكل تنزله لها تحت. طيب خلاص قومي هاتي الاكل. ماشي يا محمد. ازيك يا ماما؟ عامله ازيك ايه يا يا عم حبيبتي؟ ماما؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. جبت عشان الاكل؟ عطلت الاكل اهو. يا اخويا ولما ما عشان خاطر المحروس اخوها اللي جاي. هي قالت لك ولا ايه؟ ما انا كنت ماشيه انا وما قلتلكش. مش النهارده الهاني ما نزلتليش تعمل لي الفطار زي ما كل مره ما بتعمل؟ قلت اما اطلع اشوف في ايه. طلعت يا اخويا لقيتها مروقه الشقه ومنظفه الدنيا. قال ايه؟ عشان اخويا جاي. ماشي. طب ما ايه المشكله طيب؟ المشكله يا محمد المفروض اول ما تصحى من النوم زي ما كل يوم تنزل وتشوفني انا عايزه ايه، فطرت ولا ما فطرتش عشان اخد العلاج يا محمد. طب ما كل يوم بتنزل لك يا ماما. طب ما نزلتش النهارده ليه؟ ما عشان في ظروف، بتقول لك اخوها جاي. يعني اخوها ابدا من امك؟ عملت الاكل ونزلت لك الغدا اهو، واخوها على وصول زمانه جاي دلوقتي. ابدا من امك يعني ما اخوها؟ قلتش ابدا من امك، بس هو يوم يعني جايه في اخوها فعملت الواجب اللي عليها بس. عادي يعني يا ماما، ما تكبرش الموضوع. هو اخوها جاي ليه ان شاء الله؟ بتقول ان عنده مصلحه هنا كده في البلد بيقضيها، وانت عارفه ان هو جاي من بلد بعيد، فصعب عليها ان هي ويرجع في نفس اليوم، فاتصل عليها وقال انا هاجي ازورك، قالت له تبيت معانا. طب عايزه اقول لك على حاجه يا محمد. نعم. وانا يا حبيب امك فاتحه البيت ده لوكندر اللي داخل وطالع. ليه؟ في حاجه حصلت ولا ايه؟ يعني مش كل يوم كل كام يوم حد من اهلها جاي خانقه، جاي اصلا تعبان، امها جايه اصلا تعبانه، مش عارف مين ايه يا ابني. هو البيت ده خلاص عملنا له كندر ليهم؟ لا 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 الله. طب انا هقول لها ما تجيبيش اهلك يعني يا ماما. يا واد اتك كده يا واد، خليك جدع كده يا واد، ما ينفعش كل شويه حد يجي يجرح بيتك ويخش. اهلها برضه يا ماما. لا 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 ما ينفعش. يعني ما ينفعش اهلها او حد غريب جاي، ده ابوها وامها واخواتها، او اذا كان خالها جه مره
عادي يعني، وراجل ما بيتش خالها ده هو جه يتغدى معانا شويه ومشي. انما ابوها وامها واخوها بيبيتوا عادي، ايه المشكله كل يعني؟ شويه يجوا يعني؟ كل كام يوم الاقيهم طابين كده على طول؟ ما هم عندهم بقى ظروف بتصدف، هنعمل ايه؟ هيباتوا ظروف. في القنده عيب. يبقى عشان فلوسك انا خايفه عليك وعلى فلوسك اللي عماله سيبها تضيعها في والله. الاكل وفي الشرب دي يا ما هو برضه محمد. مش هينفع اقول لها ما تجيبهمش. بقول لك يا محمد، في حاجات كتير انا كنت بشوفها وما كنتش راضي اقول لك عليها خالص. اسكت بقى. حاجات زي ايه يعني؟ في مشاكل مش لازم يعني؟ اقول لك بقى عشان ما تعملش مشاكل. لا قولي انت تعرفي ايه؟ فاكر وليه حماتك لما كان جاي الاسبوع اللي فات؟ فاكر. فاكر كويس. انا بقى يا حبيب قلبي، انا كنت قاعده في الصاله، قلت دي داخله تتوضى، قلبي حس يا واد يا محمد كده الفار لعب في عب، قال في حاجه بتحصل جوه. خدت بعض وجريت، بصيت واحده واحده لقيتها حاطه ودنها دي اللي هياكلها الدود، انا يا شافتها على باب الاوضه بتاعتك بتستند عليك انت ومراتك كنت جوه. يا سلام. شفتي بقى؟ وما رضيتش اقول لك، قلت يا بنتي ما تقولوش عشان ما اخربش بيتك، انا عارفه لو انا قلت لك بيتك هيتخرب. طب ايه اللي خلاها تعمل كده؟ انت بتسالني انا؟ قول لي ايه اللي خلاها تعمل كده؟ ماشي يا ماما. ما ينفعش يا حبيبي أنا تسلط شفت. على بنتها كده، يبقى عايز تعرف انتوا بتقولوا ايه وتعملوا ايه جوه، ده ينفع يا ابني؟ لا اسرار البيت طبعا ما ينفعش تطلع بره، بس يعني انا هشوف الكلام ده مع رشا واعرفها ان امك عملت 1 2 3. لا ما ينفعش يا محمد. تقول لها ايه؟ تقول لها امي قالت وعملت، ما ينفعش يا ابني. ايه المشكله يعني؟ لا يا حبيبي ما تقولهاش، بس انا بقول لك حرص ولا تخون. طيب. يعني مش كل شويه يجوا كده، ما ينفعش يا ابني. لا حول ولا قوه. بياخدوا اسرار بيتك يعني امك وتلاقيهم بيلاقوا في البلد عندهم. خلي بالك، حرص كده منهم. خلاص ماشي يا ماما، انا هتصرف انا في الموضوع ده. انت تفضل غلبان زي امك كده. لا اصل انا شايف ان ما بيجيش مننا ضرر، يعني ما فيش ضرر بيجيبوه لينا لا يا عادي حبيبي يعني. الضرر ان بيصنطوا عليك وبيعرفوا كل حاجه في بيتك. بقول لك شايفاهم بعينيا ناكل فيها الدود ده اهي. خلاص يا ماما، انا مش هجيب سيره لرشا والموضوع ده اوعى. وانا هتصرف انا فيه بالطريقه كده. ومشوية الاكل دول هي منزلهم لي. كلي بقى واتغدي بقى، وانا هطلع اشوف عشان فارس زمانه جاي. يا فارس زمانه جاي، ربنا يعينك يا اخويا على فارس اللي زمانه جاي. ربنا يقويك. اصرف يا اخويا اصرف، مش عارف تحوش لك قرشين للزمن. معلش بقى يا ماما بقى، سيبها على الله. ونعم بالله. خايفه عليك يا محمد. كل حاجه بتيجي برزقها. ما انا خايفه عليك يا عين امك. ما تخافيش. طب يا حبيبي اللي انت شايفه. يلا هسيبك انا طيب. اوعى تقول لها ان انا لو شفت حاجه ولا لا قلت لا لا. حاجه، اوعى. اكنك ما قلتيش حاجه. جدع بس يا محمد. انا وصلت المعلومه، اتصرف انا بطريقتي. عين امك يا اخويا غلبان زي امك، روح يا عين ماشي. امك روح. ماشي. ربنا يعينك ويصلح حالك. امين يا رب العالمين. مع السلامه يا قلب الله امك. يسلمك. لو جايب فاكهه ولا جايب حاجه بقى هاتني زعلتين كده ولا حاجه. ايه انا اللي انت عايزاه كله اعمله. بس ده اذا جاب يعني. حاضر. ماشي يا حبيبي. ايوه. اهلا اهلا. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه حبيبي. طمنا عليك. اخبارك عامل ايه؟ كويس؟ الحمد لله بخير. ايه يا عم اللي انت جايبه معاك ده؟ مكلف نفسك يا عم دي حاجه بسيطه والله. اتفضل يا حبيبي. طمنا عليك. الحمد لله تمام. عامل ايه؟ انت اللي عامل ايه؟ والله زي الفل 100 100. ايه الاخبار؟ طمنا عليك. الحمد لله حبيبي. يا عم والله ما كان ليه لزوم اللي انت جايبه معاك والله ده. ولا اي حاجه، ده كله من خير. انت جايب بيت اختك يعني، وانت لازم والله يا عم تيجي انا مش وشايل. عارف اقول لك والله. ده انا رشا قالت لي لما عرفت ان انا هنا يعني وكنت هبات في فندق وكده، قالت لي لا ده محمد اصر ان انت تيجي البيت هنا. طبعا. وماله حبيبي، ده بيت اختك. يا عم انا مش عايز اتقل ما عليك. ينفعش تبقى انت في البلد هنا وجاي من سفر وتبات في فندق. بيت اختك مش موجود. عايز اتقل عليكم بس. لا يا حبيبي لا، ما تقولش كده. ده انا بقى طمنا الحمد عليك. لله يا حبيبي. انت عامل ايه؟ الحمد والحاج لله. والحاج عاملين ايه؟ كويسين والله كله بخير. تمام؟ 100 100. امال فين رشا؟ جوه بتلاقيها بتعمل الاكل. أما يا إيه رشا يعني؟ يا رشا، منور يا فارس. حبيبي والله. ازيك يا فارس؟ عامل ايه؟ ازيك يا اختي؟ الحمد عامله ايه؟ لله على السلامة. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ طمنين عليك. الحمد لله. شكلك تعبان خالص جدا متفرد انت. والله جدا. انت اخرت خالص. عامل ايه بقى؟ المواصلات صعبه ورحت خلصت الورق اللي انا بقول لك عليه ده، وانت عارفه بقى المصالح الحكوميه بتبقى قد ايه. الله يكون في عونك. والله. اهم حاجه خلصت اللي وراك. الحمد لله قضيت مصلحتي وخلصت كل حاجه. الحمد لله. الحمد لله على الله سلامتك. يسلمك. جهزت لك الغدا بقى، تاكل لك لقمه عشان اكيد عايز تنام. ما تتعبيش نفسك بس ليه مفيش كده. تعب ولا حاجه، ده انت نورت. طب يلا عشان كل نتغدى لك عشان الراجل اللقمه تعبان. وبعد كده اخش انام بقى شويه وبعد ورايق. كده نخش نريح ونقعد مع بعض بالليل. الحاجات دي ليه بقى؟ طب انت لا، لا، تعبت لا. نفسك ليه تيجي من غير تعب ولا حاجه؟ حاجه. ربنا يخليك يا اخويا. شرف تنور. اتفضل اتفضل ليك على الاكل. لا لا وشك يا حبيبي. مالك وشك متغير يعني؟ في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه، سلامتك. ماشي، قلت اطمن عليك. على العموم انا هروح اجيب لك طبق فاكهه كده نزله لمامتك تحت. ايه انت مش هتنزلي لماما النهارده ولا ايه؟ لما فارس يمشي بقى يصحى من النوم اقعد معاه شويه وفي الاخر ابقى انزل لها. ماشي. خلاص؟ ماشي. هروح اجيب لك طبق الفاكهه واجي. مش عارف بس الموضوع اللي امي قالت لي عليه ده
مش عايز ابين لها ان انا زي زعلان ومتضايق، بس هو الموضوع ما يتسكتش عليه. المشكله ان اهلها لما بيجوا ما بيعملوش مشاكل. الناس جايه وجايبه معاها حاجات وفاكهه، وراجل جاي يستريح شويه ويتغدى ويبات معانا ويمشي الصبح. ايه بقى المشاكل اللي حصلت؟ ملوش لازمه الكلام، مش هتكلم معاها دلوقتي. انا هتصرف بس في الموضوع بتاع امها ده، لو اتكرر ابقى اكلمها ونشوف حل للموضوع. ايه ست الكل؟ ايه يا نورين؟ عامله ايه؟ ايه ده ان شاء الله اللي جايبه ده؟ ده شويه حاجات من اللي فارس جايبها معاه وهو جاي. رشا قالت لي نزلهم لماما. شويه حاجات يعني ضحكوا عليك بالكلمتين لهوك كده ولفوك كده صح؟ ولا ضحكوا عليها ولا حاجه، الناس جايه وشايله ومحمله وجايين يضيفوا عندنا. طب هنفتح في كلام ليه يا ماما؟ يعني ما عملتش اللي انا قلت لك عليه خالص يا مفيش محمد. حاجه يا ماما، دي ست كبيره خلاص، وهزعل مراتي من الموضوع ده ليه؟ ولو اتكرر الموضوع ده تاني او انا اكتشفته ساعتها هبقى مش هسكت على الموضوع ده، اوضع له حد. على العموم انا نزلت لك الحاجه اهي خلاص، وانا هطلع بقى عشان تعبان هريح شويه. تريح شويه؟ ماشي. البيت مش لوكاندا يا محمد. معلش يا ماما، معلش بقى يا كبر ماما. دماغك بقى، طالما ان مفيش مشاكل بتحصل خلاص كبر دماغك. ماشي يا محمد. كده بقى اللي انا الخطه اللي انا كنت عاملاها ما نفعتش. طب افكر في حاجه تاني بقى، خليهم يقطع رجلهم ما خليهمش يجوا هنا تاني. ماشي انا وراكوا لغايه لما تقطع رجلكم من هنا. مشوا ولا ايه؟ فارس مشي ورجيت لك على طول اهو. ما عشان كده نزلتي. عامله ايه؟ وحشتيني. شكلك مروقه يا اختي كده وبتضحكي ومفرفشه. ما اخوكي كان هنا. ما انت عارفه بقى، ما انا بروحش عندهم كتير فما بصدق حد فيهم يجيلي. حد فيهم يجيلي؟ انت مش كده مش مكسوفه على دمك كده؟ كل شويه واحد بيجيلك منهم، كل شويه حد ينط هنا. ايه وانا فاتحين لوكاندا هنا ولا ايه؟ طب ما انت عارفه ان هم ساكنين في بلد بعيد، وانا وفين وفين لما بروح لهم بيجوا يشوفوا بنتهم. دي حاجه طبيعيه عادي، ايه المشكله يعني؟ ومفيش حد هنا من عندنا هنا كده يروحوا عنده؟ ولا لازم كل شويه يبقوا عندك انت؟ ما انا بنتهم، هيروحوا لمين غير بنتهم يعني؟ جايين يشوفوني وكمان بيقضوا مصالح في البلد. حرام عليكي، ده جوزك تعبان وقرفان وزهقان ومش عايز يتكلم، عامل عشان خاطرك انت ومش عايزه ازعلها. ليه؟ انا شايفاه ان هو كويس ومفيش اي حاجه. ما هيعمل ايه؟ مبسوط بيهم وبيرحب بيهم. هيكشر في وشهم يعني؟ المفروض يبقى عندك انت شويه دم كده تخلي بالك من الموضوع ده. يا حماتي انت عارفه ان هم ساكنين في بلد غريبه وبلد بعيده عن البلد دي، فطبيعي ان هم يجوا لبنتهم ويزوروها. ايه المشكله في كده يعني؟ المشكله ان ابني على قده. وانتوا كمان لما كنتوا اتجوزتوني كنتوا عارفين الموضوع ده، كنتوا عارفين ان انا بلد وهم في بلد تاني. طبيعي ان هم يجوا يزوروا بنتهم. ايه المشكله؟ ما كناش عارفين يا حبيبتي ان هم كل شويه يجوا عند بنتهم كده داخلين طالعين كل شويه. طب انت اللي مزعلك يا حماتي. البيت له حرمه يا حبيبتي، مش هينفع كده كل شويه يجوا يقعدوا. البيت له حرمه، في ناس في البيت موجوده. طب هما بيجوا يعملوا ايه يعني؟ هم قاعدين في بيت بنتهم، ما بيجوش عندكم انتوا ولا بيعملوا لكم حاجه. بقول لك يا رشا، حاولي تقولي لاهلك يا حبيبتي يبطلوا دخول وطلوع كل شويه. ما ينفعش كده يا بنتي، انا ما بحبش كده. انا طول عمري قاعده في البيت مريحه دماغي، ولا شايف حد طالع ولا نازل. انت في شقتك حد بيجي جنبك؟ ما مش لازم حد يجي جنبي. طيب خلاص هما في شقتي فوق، شقه بنتهم. ومش بيطلعوا ينزلوا قدامي ودماغي بتوجعني؟ دماغك بتوجعك؟ طلعت نازله على السلالم دماغي وجعاني. ارحمي جوزك شويه يا رشا. حماتي انا مش هينفع اقول لاهلي حاجه زي كده. اهلي اي وقت يجوا فيه يشرفوا وينوروا. بيت بنتهم اشيلهم فوق راسي، زي ما انا شايلاكي كده فوق راسي اشيل اهلي فوق راسي، ومحمد كذلك لازم اشيلهم فوق لا راسي. انت غصب عنك تشيليني فوق راسك، ده لما الراجل يا اختي اللي جايبك وانيكي. ما انا بشيلك فوق راسي عشان انا بحبك وبحب محمد، يبقى انتوا تشيلوا اهلي فوق راسكم. لا يا حبيبتي ما بشيلش حد، احنا كفايه بنشيل نفسنا. بنشيل نفسنا كفايه. حاولي تداري الموضوع ده يا رشا عشان محمد هيطج خلاص، دماغه خلاص هتفرقع. انا هتكلم مع محمد. مش عايز تتكلم مع محمد؟ هتكلم اشوف الدنيا فيها. انت كده هتطربقي الدنيا كلها، ما تقولي ولا تعيدي. انت بينك وبين نفسك كده، خلي اخواتك وابوكي ولا امك ولا خالك ولا عمك اللي بيجوا دول يخفوا المروح والمجيه كل شويه. اروح اشوف اللي ورايا. عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك يا اختي. ما انت مش فرحه الا في اهلك كل شويه اهلك. محمد نعم. بقول لك، هو انت بتتضايق لما اهلي بيجوا هنا؟ يوم ما قالت لك حاجه ولا ايه؟ ايوه، ماما لما نزلت لها النهارده بتقولي ان انت متضايق ومخنوق الموضوع اهلي اللي بيجوا هنا كل شويه. قلت لها فين اهلي اللي بيجوا كل شويه دول؟ اهلي فين وفين لما بيجوا هنا؟ هو ايه اللي ضايقه يعني؟ لا هو انا في الاول ما كنتش متضايق، بس يعني لقيت الموضوع زاد عن حده وكل شويه بيجوا وبيباتوا، فعادي بقى اكبر دماغي. فين اللي زاد عن حده ده فين وفين لما بيجوا؟ لا اما رايحين للدكتور، لا اما فارس هيدي مصلحه في شغله. فين وفين لما بيجوا، فين وفين لما بيشوفهم يعني.
اصل بصراحه يعني هما لما بيجوا يباتوا بشيلهم على دماغي من فوق. احنا لما بنروح عندهم البلد مش بنبات، وحتى لما انت بتحبي تباتي عندهم انا بسيبك وبرجع يومين ثلاثه وباجي اجيبك، يعني انا ما بباتش عندهم. طب ماشي، انت مش بتبات عشان ظروف شغلك، لكن هما بيباتوا يمشوا الصبح لما يمشوا بالليل في المواصلات. ايه المشكله في كده يا محمد؟ انت شفت منهم حاجه وحشه؟ ما شفتش منهم حاجه وحشه، بس يعني مش كل شويه كده حد يجي ويبات ويبات ويبات، برضه الواحد ما بيبقاش واخد راحته في البيت وكده. محمد انا اتصدمت وما كنتش اعرف حاجه زي كده بصراحه، الموضوع ده ضايقني جدا. وحتى أنا- مامتك لما كلمتني في الموضوع كلمتني بطريقه وحشه. انت عارف اهلي ما بيجوش فاضيين، بيجوا معاهم طلبات وبيجوا معاهم حاجات ويقعدوا زي الناس ما بيعملوش حاجه. سيبك من الطلبات اللي بيجيبوها، احنا مش ناقصنا حاجه في البيت. هما لو عايزين يجوا من غير ما يجيبوا حاجه. بس انا بتكلم على موضوع البيت. يعني كبر على دماغك. فكره انا عايزه افهمك على كبر حاجه، دماغك. هما مبسوطين على فكره، يقدروا يباتوا في فندق وكل حاجه، بس شكلها وحش وعيب في حقي وعيب في حقك انت. لما يجوا تاني المره الجايه بقى يعدلها ربنا. ايوه ايوه يا باشا، صباح الخير. عاملين ايه يا حبيبتي وازاي جوزك وعيالك؟ بيقولوا ان في عندكم دكتور كويس. كان قال لي علي محمد جوزك طيب انا هجيب بعض كده واجي. لا لا ماما مش جايه، انا هاجي انا واخوك فارس. ماشي. لا هنيجي بقول لك ايه، ما تكلفيش نفسك، احنا جايين هنكشف وهنمشي على طول. انا غلطان قلت لك، كنت خدت العنوان ورحت انا من بره بره. يا رشا دماغك ناشفه. طيب اعمل اللي انت عايزاه، ماشي. هنجيلكوا الصبح بدري ان شاء الله. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. بقول لك يا محمد، يا هلا يا هلا، نعم. بكره ان شاء الله بابا وفارس هيجوا عندنا ويباتوا باذن الله. بابا وفارس ده هما اللي قالوا لك كده؟ بابا رايح عند الدكتور الصبح، هيخلص الدكتور ويجي يتغدى ويبات ويمشي الصبح. رجليه وجعاه وجاي يكشف عند الدكتور اللي انت قلت له عليه قبل كده ده. فطبعا قلت له ايه، يجي يتغدى ويبات ويمشي الصبح، مينفعش يمشي في نفس اليوم، ما انت عارف. انت اللي قلت لهم يعني يجوا يباتوا يعني، ولا هما اللي قالوا لك احنا نيجي نبات؟ لا انا اللي قلت له تعالى بات. طيب هما يجوا يكشفوا على الدكتور اهلا وسهلا، ويجوا يتغدوا عندنا اهلا وسهلا، ويقضوا معانا اليوم اهلا وسهلا. موضوع البيات يبقى يشوفوا شقه ايجار او يقعدوا في فندق يباتوا فيه، علشان عارفه ان الاوضه بتاع الاطفال فارس وابوكي الاثنين مش هينفع، العيال كده مش هتبقى واخده راحتها في النوم. على اساس ان هم اول مره يباتوا يعني، هما بيجوا يباتوا مع العيال، الاوضه فيها سريرين، يعني ايه المشكله؟ محمد، هو انت كلام مامتك مأثر عليك ولا ايه؟ ولا هي اللي بتسخنك عليا ولا لا في ايه والله، بالظبط؟ بس انت عارفه يعني طب ايه الجديد؟ ما هم كل مره لما بيكون عندهم مصلحه هنا في البلد بيجوا يباتوا عندنا، إيه المشكله يعني؟ وبيمشوا الصبح. البلد في اخر الدنيا، يعني ما ينفعش يمشوا في نفس اليوم. محمد، ما تنساش لما اخواتك البنات بيجوا انا بشيلهم فوق دماغي وبيبيتوا، وانا مش بنطق ولا بتكلم، وبيدوروا في الشقه كلهم بيدوروا في الشقه كلهم براحتهم، ما بتكلمش. دول اهلي جايين هيباتوا ويمشوا الصبح. لازم يعني. معلش يا محمد، دي شقتي وانا حره فيها بصراحه، ما ينفعش اقول لاهلي روحوا باتوا بره. طيب خلاص براحتك، انا هنزل اقعد عندهم شويه. ينزل بقى عندهم عشان تسخنوا عليا، انا مش عارفه ايه النظام الجديد ده. ما تجيش اشوف ابتسامتك زي زمان. اعمل ايه بس يا ماما؟ في ايه اللي حصل يا ابني؟ مالك؟ ابو رشا وفارس اخوها جايين يكشف عن الدكتور بكره، يا ده ابو راشا واهل اتصل راشا. عليها بيقول لها العيال وحشني وعايز اجي يقعد عندها شويه، وهي مسكت فيهم في البيت عشان المشوار بتاعهم البعيد ده. طب وبعدين؟ الواحد لا يعرف كده كان يتجوز واحده من هنا من البلد، ما كانش يتجوز واحده من اخر الدنيا. هو كل شويه بقى على كده، كل كام يوم حد جاي يكشف، حد جاي مش عارف ايه؟ مش هينفع الكلام ده يا محمد. قول لها ما تخليش حد من اهلك يجي هنا. ما اقدرش اقول لها كده يا ما ماما. تقدرش؟ عيب يا ماما اقول لها. انا قلت لها خليهم يقعدوا في فندق، بس هي قالت لي لا ده شقه بنتهم وما ينفعش، وعيب طبعا ان انا اقول لابويا كده. والله انا بقى اللي اتصل بيها واخليها تيجي واشوف بقى الموضوع ده، عشان انا زهقت منه بجد. هتعمل ايه طيب؟ هتصل بيها انزلها. اتصرفي بقى براحتك بقى، انت حره. الو، ايه يا راشا؟ عايزاكي تنزلي دلوقتي حالا.
عايزاكي، ايه اللي في ايه؟ عايزاكي انزلي يلا بسرعه. هانم جت. نعم يا حبيبتي. انا امر عليكي يا راشا، انا كم مره اقول لك يا راشا بلاش اهلك كل شويه يجوا، انا زهقت من الموضوع ده، هنوصل لفين بعد كده يا راشا؟ هو انت عارفه بصي لي انا ما بكلموش هو، انا اللي أيوة، بكلمك. ماما معاها حق. انا اللي بكلمك. انا دلوقتي ولادي البنات زي ما انت عارفه جايين بكره هنا وما بيرتاحوش الا عند اخوهم فوق في الشقه، هنعمل ايه؟ والله انا بابا واخويا فارس قالوا من الاول ان هم جايين، وبابا رجله وجعاه هيكشف عند الدكتور. انا ما ينفعش اقول له اكشف وروح بيتك. وانا ما ينفعش اقول لبناتي ما تجوش عند بيت اخوكم، ما ينفعش. ماما بيجوا على طول وبشيلهم فوق دماغي. طب وفيها ما ايه؟ حبكتش يجوا في اليوم اللي بابا هيجي يكشف فيه عند الدكتور. هم بقى قالوا جايين يسهروا مع اخوهم بكره، قلت لهم تعالوا يا اولاد وهاتوا لب وزدان وهاتوا حاجات حلوه معاكم، يجي دلوقتي اقول لهم معلش ما تجوش اصل ناس غريبه داخله البيت عند اخوكم. حماتي انا ابويا وفارس هيجوا بكره بعد الدكتور يتغدوا ويباتوا عندي، وبكره يبقى يمشوا. وانا قلت محدش هيخش يا رشا هنا البيت مش لوكاندا يا رشا، كل شويه حد منهم يجي عشان جوزك غلبان يعني وساكت، هتفضلي بقى كده كل شويه حد جاي لك حد جاي لك؟ ما ترد يا محمد. انا اللي بكلمك. ارد اقول ايه طيب يا رشا؟ ما انا قلت لك ان موضوع البيات ده مضايقني. هيقول لي اخواته ما خليهم يقعدوا تجوش. في فندق طيب، واخواتي طب أنا البنات أقول لك جايين على زي ما حاجة. هو بتقول، لسه عارف منها دلوقتي ان اخواتي جايين. اقول لك على حاجه، لو بابا واخويا فارس ما جوش بيتوا انا مش هنزل عند مامتك تاني واعمل لها اي حاجه ولا اخدمها، وهتبقى دي قصاد دي. يعني ايه؟ يعني ايه كلميني انا ما كلموش هو انا غلبان؟ عشان اتصل على ابويا اقول له اكشف وروح بات في فندق مش هنزل لك تحت تاني ولا هخدمك ولا اعمل لك اي حاجه، واخواته البنات لما يجوا مش هشيلهم فوق دماغي واعملهم معامله حلوه، يبقى يباتوا عندك هنا تحت. والله وبقى ليكي صوت تعرفي تتكلمي يا راشا، ولا صوتك عالي علينا؟ ينفع الكلام ده يا عم انتوا لما جيتوا محمد؟ اتجوزتوني كنتوا عارفين ان انا في بلد وانتوا في بلد. قال لي لما بيجوا لازم اشيلهم فوق دماغي وبيبيتوا. ايه الجديد يعني؟ الجديد المفروض الاهل يبقى عندها دم تيجي كل عندها بنتها كل سنه مره، مش كل يومين ثلاثه لا حد منهم جايش. انا اهلي عندهم دم وعندهم كرامه، انا اللي بتحايل عليهم عشان يجوا عندي، والكلام عندي خلص بعد اذنكم. سمعت؟ الهانم بقى لها صوت وبتعرف تتكلم، بقت تؤمر يا محمد في البيت اللي انا قاعده فيه. بقول لك ايه يا محمد برضك نرفزتني. معلش يا ماما معلش، انا هتصرف هنا في الموضوع ده لما ابوها واخوها يجوا. اما اشوف هتتصرف ازاي يا محمد، اما اشوف انا قلتها كلمه وخلاص مش هرجع فيها لا تاني، لا مش لا. كل شويه اهلها يجوا. لا خلاص انا هتصرف انا زي ما قلت لك في الموضوع ده. ماشي يا ابوها محمد. واخوها يجوا وانا هخلص الموضوع ده معاهم، مش هخليهم يجوا باتوا هنا تاني. ماشي يا محمد اما اشوف هتعمل ايه. يا بابا طمني، الدكتور قال لك ايه؟ الحمد لله يا بنتي، الحمد لله الاشعاعات طلعت كويسه الحمد لله. جاي لوحدك ليه؟ مش قلت لي فارس معاك؟ انت عارفه بقى ماما تعبانه وانا ما بحبش اسيبها لوحديها، فقلت فارس يقعد معاها ويخلي باله منها. طيب مالك كده؟ حاساك ان انت متضايق، الدكتور قال لك حاجه ولا ايه؟ لا الدكتور ماليش حاجه، اطمني مفيش حاجه، بس انا بصراحه ربنا مكسوف ومحبط، مش عايز اسبب لك مشاكل. ليه يا بابا في ايه؟ الست حماتك دي يعني حاطه نيلها من نيلنا، هي لما بتيجي عندنا ولا حاجه احنا بنعملها وحش، بنكلمها وحش، سمعتني كلام يسم البدن، وانا مقدر ان انا تعبان ولا جاي من المستشفى، فاتحين ارقام ده ومش فاتحين ارقام ده. قلت لها يا ست انا طالع اشوف بنتي واحفادي واتكل على الله، ما رضيتش حتى اقول لها ابات، قالت لا انت الساعه 11 بالليل انت جاي وناوي على بيات. اتكسفت قلت لها لا والله انا طالع اسلم على بنتي وماشي. يا بابا طب يعني ازاي تقول لك حاجه زي كده؟ هي مالها؟ ده تسأليني- بنتك. تسأليني انا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا محمد؟ ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كشفت عند الدكتور؟ الحمد لله يا باشا. يا السلام محمد عليكم. ازاي مامتك توقف بابا وتقول له الكلام ده؟ انت ايه اللي خلاك تبعد عند بنتك وانت فتحنا القنده؟ خلاص يا باشا، بص يا عم، انا اولا انا مش عايزك تزعل من امي. ثانيا ما يزعلش منها ازاي يعني؟ ثواني طيب، ثانيا اخواتي البنات جايين يباتوا عندي النهارده، فهي عشان كده قالت لك كده، فمعلش يعني حابك تيجي يبعدوا في اليوم اللي بابا معلش انت راجل تقدر تركب مواصلات وترجع البلد ماشي وتروح تنام في بيتك، ايه اللي انت او بتقوله ده؟ راجل ممكن وجعان. تبات في فندق عشان اخواتي البنات موجودين. لا يا حبيبي ده انا اروح بلدنا لو ابات في الشارع. براحتك ماشي. براحتك. هو بس يا فين يا باشا بابا في هذا. نص الليل؟ بس هو فين معلش في يا نص باشا. الليل يا بابا؟ يلا السلام عليكم. عليكم السلام. أقول بس لك على الكلام يا حاجة. محمد ده؟ من غير سلام. يا رشا اعمل ايه؟ خلاص انا ماشيه مع هو بابا. لو بس يا اخوات رشا. لو اخواتي أنا ماشية البنات مع مش بابا. موجودين كنا اخواتك نشوف البنات دول ما يجوش جايين غير لما عرفوا ان بابا جاي، بالاتفاق معاهم. يعني هم عارفين ان هو جاي؟ امك اللي صدتهم عشان يجوا في اليوم اللي بابا جاي. يا فيه. بنتي صدفت بقى كده. لا ما صدفتش، صدف. لا ما لا احنا صدفتش. مش هنغلط. هو راجل ويستحمل 11 بالليل 12 بالليل شوف واحدة حرام عليك، الفجر. هتغرق أبوك. هو راجل، انما اخواتي هتغرق البنات أبوك. ارميهم في الشارع. عندك اعتبر حق، أبوك راجل بس عيان. خليك فاكرها.
استنى يا بابا انا ماشيه معاك. لا يا بنتي لا، لا يا بابا. ما تغلبيش انا على مش بنتك هقعد يا مش بنتي. هقعد معاه ما في البيت تغلبيش ابدا. على بنتك، لا. يلا يلا يا بابا. يلا السلام عليكم. يلا يا بابا. شاكين يا رايحة فين يا محمد. رشا؟ رايحة فين يا رشا؟ انا ماشيه مع بابا. ماشية ازاي يعني؟ اقعد بقى اشبع بالشقه لوحدك. يعني هي كده يعني؟ براحتك. ايه يا محمد؟ يا ماما ايه الهيصه دي يا ابني؟ ايه الزعباب اللي في البيت ده؟ فيه ايه؟ دلوقتي سمعت كلامك وزعقت مع رشا وزعقت مع ابوها وطردتهم من البيت ومشوا. جدع، ايوه كده يا شيخ، بلاش قرف مش كل شويه يجولنا كده. وانا متضايق وزعلان. وايه اللي مضايقك؟ دلوقتي يا ماما الراجل جاي من عند الدكتور مريض خلاص، ومشيته من بيتي مطرود وما جبرتش بخاطره. بقول لك ايه يا محمد، هو ده اللي كان المفروض يحصل من الاول. مش فاتحين هنا كل شويه داخلين وطالعين يا ابني. ما انا زعلان على اللي عملته مع حماي. زعلان على حماك واللي عملته مع حماك، وزعلان على اخواتك البنات لما يجوا عندك كده واقول لهم ما ينفعش تيجوا عشان حماه واهلي ومراته موجودين. ما انت عارفه يا ماما اخواتي البنات لما بيجوا عندي يباتوا بيبقى جوازهم مسافرين، فبيجوا يقضوا عندي اليوم ولا اليومين لحد جوازهم ما يجوا، بيبقى جايين يغيروا جو. انما حماية راجل مريض جاي من عند الدكتور، امشيه كده مجبور الخاطر، ورشا زعلت مني ومشيت معاه. ايه ما قالش ده؟ عليها تسيب ابوها. يعني انت قابل ان مراتك تمشي في نص الليل كده وما تقولكش انا ماشيه؟ ينفع الكلام ده؟ يعني هتسيب ابوها في نص الليل وهو راجل رجليه وجعاه ومريض؟ يعني كتر خيرها انها بتراعي ابوها. انا اتضايقت، عارفه لو كانت قعدت معايا كان عادي، يبقى الموضوع انتهى، قطعت رجلهم من هنا. انما لما مشيت معاهم انا حسيت بان انا مش كويس. لا انت مش كويس، هي اللي مش كويسه انها تسيب بيتها في نص الليل وتمشي. لا يا ماما لا، انا الصبح ان شاء الله اروح اصالحهم واكبر بخاطرهم واصالح رشا وارجعها تاني. انت بتتكلم وهم لو ازاي؟ جم يباتوا عندي هنا بعد كده في اي وقت اشيلهم فوق دماغي. انت غلطان يا محمد، كنت هتعمل كده، انت غلطان. خليها تحس بغلطها وتيجي هنا وتعتذر كمان. لا يا ماما انا مش هسمع كلامك تاني، ولو سمحت مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. يعني ايه يا محمد؟ هي دي اخرتها يا محمد؟ ماشي ماشي. تعالي يا رشا خشي. معلش بقى على اللي حصل مني امبارح. حصل. طبعا انا ما نمتش اصلا من امبارح بسبب اللي حصل، اتضايقت جدا. دي اول مره تسيب البيت، فمستنيت لحد الصبح ما طلع وجبت عربيتي ورحت رايح لهناك. انا برضو ما عرفتش. انا بصراحه كنت مكسوفه لبابا جدا. ما انا اديني قدامك اهو، صالحته وجبرته بخاطره ورضيته. بس خلاص حلف ان هم ما يجوش عندي تاني. بعدين نبقى نحلها بعدين. انا اهم حاجه عندي انتي، مش عايزك تزعلي من الموقف اللي حصل. وتعالي بقى نقوم دلوقتي زي ما احنا كده لابسين زي ما احنا، حلاوتها في حموتها، ننزل عند امي ونحط معاها النقط على الحروف عشان ما تتدخلش تاني في حياتنا. يلا. ماشي. ايه يا ماما؟ نعم. احنا جينا انا ورشا عشان خاطر احنا قاعدين في بيت واحد ولازم تبقى النفوس صافيه. اهلا وسهلا. فانا رحت صالحتها وجبتها ورضيت اهلها وشوفي بقى انت لو جواكي حاجه قولي لها، وهي لو جواها حاجه تقول لك عشان نبدا صفحه جديده. مش رحت رضت اهلها ورضيتها، عايز ايه تاني مني؟ بس لو ما تزعليش يا حماتي، عشان اهلي مش هيجوا تاني عندي هنا البيت، ولا هيبيتوا ولا هيقعدوا اصلا في البيت. احسن. عشان ترتاحي. احسن. وعلى فكره الاسبوع الجاي بابا هيعمل عمليه في رجله، فاهلي جايين هيباتوا في فندق، حجزوا في فندق. بس انا هروح انام معاهم في الفندق اللي هم حاجزين فيه. ليه ان شاء الله؟ عشان مش هينفع اسيبهم لوحديهم. ومين اللي هيخدمنا ومين اللي هيعمل لنا الاكل ومين اللي هيبص على الشقه؟ ما هو حد بقى من بناتك يجي يخدمك يقعد معاكي ال4 ايام دول ولا ال5 لحد ما اخلص مع بابا وارجع لك تاني. لا ما عنديش الكلام ده يا حبيبتي، الكلام ده شوف اي حد يخدمهم هناك، انت هنا ده بيتك وتقعدي هنا وتخدمينا هنا. مش هما كانوا بيجوا هنا وكنت برعاكم انتوا الاثنين؟ ماشي بصي عليهم وما تباتيش هناك، ايه اللي قعدك عندهم؟ دلوقتي انتوا قلتوا لي ما تخليهمش يباتوا، خلاص انا اروح ابات معاهم. اهلي ولازم اروح ابات معاهم وليهم حق عليا. ليهم حق عليكي تروحي تبصي عليهم وتيجي. زي انا قاعده معاكي الشهر كله، انا هروح اقعد معاهم ال4-5 ايام لحد بابا ما يخف ويرجع البلد بتاعته. مفيش الكلام ده يا رشا، هو وانا ده- قلت لها كلمه هو ده اللي عندي يا حماتي. وده اللي عندي، قلت لك مش ما هتروحي. تنسيش تتصلي على حد من بناتك يجي يخدمك وانا مش موجود. بناتي اللي هيجوا يخدموني وانت موجوده ازاي؟ خلاص يا ماما بقى خلاص. لا مش خلاص، هي مش هتروح. ايه رايك بقى؟ ولا هتقعد هناك معاهم. ده احنا يلا نيجي نصفي الدنيا مع بعضينا ونبدا صفحه جديده. هي دي جايه تبدا صفحه جديده؟ عن اذنكم. انا قلت كلمه، مفيش مروحه عند اهلها، هتبص على هو بيعمل العمليه وخلصنا.
لكن تقعد هناك لا. بص طيب، بص صلي على النبي. ايه عليه الصلاة والسلام. انت اصلا عصبيه وانا ما برضاش ازعلك. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. دلوقتي انت نفذت اللي انت عايزاه وخليتيني ما اخليهمش يجوا باتوا عندنا تاني. ماشي، ما تروح تراضيتهم. جبر الخواطر. جبر الخواطر. وعشان احنا نسب، مم. مش عايزين النسب يتعكر. ماشي يا اخويا، ماشي ماشي يا وبعدين طيب. قطعنا رجلهم ان هم مش هيباتوا عندنا تاني. مم. انما دلوقتي الناس جايه تعمل عمليه، ابوها جاي يعمل عمليه في رجليه، ودي بنتهم الوحيده، فجايه ترعى ابوها، ما اقدرش امنعها انها تروح تشوفه وتبات معاه وتخدمه زي ما لما بتشوف هي طلبات. تروح وتخدمه، امال مين اللي هيخدمنا هنا؟ يا ماما انا معاكي اهو. لا. بناتك الاتنين في اي وقت بيجوا يبقى يخدموك، اتصل عليهم يخدموك، وانا ان شاء الله مش هخليكي محتاجه حاجه، ولا من مراتي ولا من اخواتي. انا معاكي اهو، بس انا ما ينفعش امنعها انها من اهلها. هو انت عايز تخليها تمشي اللي في دماغها؟ مش تمشي اللي في دماغها، انا بتكلم في الاصول. لا مش هتروح يا محمد. في الاصول دلوقتي لو انت بعد الشر عليكي تعبتي وانا خدتك دلوقتي وسافرنا اي بلد عشان بعد الشر عليكي، طب ما انا هسيب بيتي واسيب مراتي واسيب عيالي عشان خاطرك. هي برضو مش هينفع تسيب اهلها عشان خاطرنا احنا الاثنين. بقول لك ايه، انا جوزها اهو هستحمل، وانت برضو استحمل. بلاش الطيبه اللي ملهاش لازمه دي. وهي قاعده معانا الشهر كله، يعني 4 ايام ما جاتش عليهم. انا قلت كلمه وخلاص. مراتك مش هتروح تقعد عند اهلها بالاربع 5 ايام دول في يا المستشفى. ماما خلاص يا ماما، الموضوع انتهى. بعد اذنك، انت طلباتك كلها اللي انت عايزاها انا هعملها لك. مالكيش دعوه يا باشا في ال4 ايام دول، مش هتروح ولا ال5 ايام اللي هتقعدوا مع ابوها. بعد اذنك، انا قلت لك ما تتدخليش تاني بيني وبين مراتي، خلي الامور تمشي زي ما هي عايزه. طلباتك اللي انت عايزاها منها انا هقوم بيها على اكمل وجه في غيابك. اكتر من كده ليكي حق تزعلي. انا كلمه بقولها مره وبحب اشاعتها كتير. مفيش مروح مع اللي مراتك هتروح تبص على ابوها وترجع، مش هبات هناك. لما يجوا بقى يعملوا العمليه ساعتها بقى يعدلها ربنا ان شاء الله. بعد اذنك. اتفضل يا اخويا. مش قادرة، حاسة بدخان جدا، مش قادرة أعمل حاجة. اتصل على بنتي تجيلي، اتصل على بنتي نهلة خليها تيجي. يا نهلة، بقولك يا بنتي تعالي اعملي لي أي حاجة، شوية شوربة كده ولا آخد العلاج، مش عارفة، حاسة بدخان جدا مش قادرة أقف على حالي. تودي العيال المدرسة؟ طب ماشي وديهم وتعالي. يعني ايه وراكي حاجات؟ خلاص يا نهلة، ماشي ماشي، هتصل حاضر على اختك، ماشي، يلا سلام. ساعات كده يمكن تجيلي يا رب. اي ساعات. بقولك يا بنتي عايزاكي تيجي بس تعملي اي لقمة كده لحسن مش عارفة اخد نفسي. مسافرة فين يا بنتي؟ مأمورية تبع الشغل. ربنا يعينك يا سعاد. خلاص هتصرف يا بنتي، هتصرف. طب وبعدين يا رب كده مفيش حاجة قدامي الا اتصل على رشا وخليها هي اللي تيجي تعمل لي الحاجة. يا رب يا رشا. الحمد لله. بقولك يا بنتي عايزاكي تيجي معلش يا بنتي تعملي لي اي لقمة كده ولا اي حاجة. مش فاضية، بقولك مش قادرة اخد نفسي يا راشا. يعني ايه ابوكي؟ ما انا عارفة ان انتي قاعدة مع ابوكي يا راشا، بس بقولك انا عايزة اخد العلاج ومش قادرة اقف، عندي دوخة، بناتي مش فاضيين يا راشا. بقولك واحدة مسافرة والتانية بتودي العيال المدرسة ووراها حاجات تعملها. مش قادرة اسيب ابوكي. ماشي شكرا يا راشا، شكرا يا بنتي، شكرا. يلا سلام. ماشي يا راشا. اخرتها تقولي مش فاضية يا راشا. اتصل بمحمد يا رب. ايه يا محمد؟ تعالى لي يا ابني، تعالى، مش قادرة اخد نفسي، حاسة ان روحي بتطلع يا محمد. اخواتك البنات مش هنا. يلا بس تعالى يا حبيبي. يلا يا محمد، مش قادرة اتكلم يا ابني. ايه يا ماما؟ مالك يا ماما؟ الف سلام عليك. تعبانة. حاسه بايه طيب؟ مش قادرة اخد نفسي وما اكلتش ولا خدت العلاج. لا الله. طب قولي، طب انت عايزه انا اعمله لك؟ تعمل ايه؟ اتصل على مراتك
ولا الحقيني مش قادره اخد نفسي، تعالي. تقول لي لا معلش، اصل ما اقدرش اسيب ابويا لوحده. ينفع يا محمد؟ طب وانت ما اتصلتيش على اخوات البنات ليه طيب؟ واحده قالت لي انا تودي العيال المدرسه وبعد كده الدروس، والتانيه الله يكون في عونها تقول لي في مأموريه في الشغل يا ماما. خلاص هعمل وكلام. ايه؟ ما انا قلت لك لو ما كناش طردنا اهل رشا من البيت وباتوا عندنا الاربع ايام دول كان زمانها تخدمك وتخدمهم في نفس الوقت. ان هي دلوقتي عند اهلها هتسيب ابوها عشان تجيلك واخوات البنات موجودين؟ يعني انت زعلانه من رشا ومش زعلانه من اخوات البنات؟ ده اسمه كلام يا ماما؟ عندك حق يا ابني، فعلا انا كنت غلطانه. كان فعلا هما اللي جم هنا، كانت على الاقل خدمت الاتنين، ما كنتش احتجت لحد. لكن انا جبروتي خلاني عملت كده، ودي اخرة اي حما عامله جبروت على مرات ابنها. حقك عليا يا ابني وسامحوني، كانش ينفع اللي انا عملته معرفش. ده انتوا ده اللي هتعمله هيتعمل فيك. يا ريت خلي بالنا من بيتنا واهلنا وابهاتنا وامهاتنا، لازم نحافظ عليهم. واللي ملوش خير في ابوه وامه ملوش خير في حد. ويا ريت ما تتدخليش في حياة ابنك، سيبيه يعيش زي ما هو عايش، بحلوها بمرها. اهلها جم، ما هو برضك لازم يبصوا عليها، ما ينفعش يقطعيهم من اهلها، لازم اهلها يبصوا عليها ويشوفوها. لكن انت كده غلط، فبلاش الجبروت الحموات دي يا جماعه. خلاص الكلام ده كان زمان والله. دلوقتي بيقول لك يعني انت لما تعبي اهوت هي اللي هتبقى تحت رجليك، هي اللي هتشيلك قبل بنتك ما تجيلك من بعيد، هي اللي هتبقى معاكي. يا ريت يكون رساله وصلت يا جماعه. واستنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.